لنفترض في مره في عميل طلب منك ان انت تعدل له على فيديو عايز ينزله مثلا التيك توك او انستجرام. فبالتالي مثلا الشخص اللي انت هتعمل عليه الفيديو الشخص ده بيتحرك يمين شمال وانت المفروض تمشي ورا بقى فريم باي فريم عشان تمشي الكاميرا معاه. طبعا الحوار هياخد منك وقت كبير ومجهود، بس احنا ممكن نخلصها على الحوار ده في ثواني. تعالى معايا اوريك ازاي. اول حاجه انت عندك الفيديو هنا مثلا، تمام؟ فاحنا المفروض هنظبط اول فريم بس هنشتغل عليه. احنا مثلا هنعمل سكيل، تمام؟ نيجي مثلا اليمين شويه كده، احنا وصلنا الشخصيه اللي المفروض هنعمل عليها الكي فريمز، خليناها في النص. طيب، هنستعمل ايفكت او ترانسفورم موجود اسمه اوتو ريفريم، هنسحبه ونحطه على الفيديو. فبالتالي هيبتدي بقى ان احنا نديله الانالايز. الانالايز هنا هو بيحدد على اول كي فريم هو بيشوفه. فاحنا ممكن الاول نظبط الكي فريم ان احنا نيجي مثلا يمين شويه، تمام؟ كده احنا وصلنا الى حد ما الشخصيه اللي احنا المفروض هنشتغل عليها. بعد كده اديله الانالايز عادي كده، الدنيا تمام. نبتدي بقى نجرب كده. شوف بدأت الكاميرا تتحرك مع الشخصية في النص، ان هي ما تضيعش منها الشخصية بص بدأت تتحرك يمين، تتحرك شمال. وهو اصلا فيديو كبير، فانت المفروض اصلا بدل ما تمشي بقى وراه حتة حتة وتبتدي تظبط الكلام ده كله، لا هي ظبطت الكلام ده. طب تعالى اوريك كده من غير اصلا الفريم ده، وان احنا نضيف الايفكت ده. بص حتة زي دي كده، بص بدأ يروح لليمين خالص وانت اصلا مش شايفه. لما نشوف الفرق ان احنا مثلا لما نحط الاوتو ريفريم، تمام، في اول فريم ان هو ياخد مثلا على الشخصيه دي اول فريم، وبعد كده يبتدي يمشي معاه. بص الحته مثلا اللي جه فيها اللحيح وبعد كده بدأ يتجه للحته اليمين، هتلاقي ان هي بدأت تمشي معاه مظبوط. طيب ممكن تواجهك مشكله تاني وهي الخطين السود اللي فوق وتحت احنا ممكن نعمل ايه؟ احنا ممكن نروح ندوس على الافكت نفسه، تمام، الاوتو ريفريم، وبعد كده نبتدي نعمل سكيل من الجزئيه دي. تبتدي تشد لتحت كده لغايه اما تلاقي الدنيا ظبطت معاك في السكيل، تمام؟ وبس كده هتلاقي كل حاجه شغاله معاك، تمام. وبس كده.